هذه صح يقولوا لها شوربه اكسبرس. لو كانت تشوفي الطريقه المبتكره المدهشه اللي جبتها لك تحضري بها هذه الشوربه، مستحيل نتحداك كنتي شفتيها من قبل في حياتك ولا في المواقع التواصل الاجتماعيه. يا ودي ضربه في البنه، صدقوني جات تتعبق بريحه العراس وريحه رمضان. هذه الشوربه اللي ياكلها راح يحير انه طيبه بهذه الطريقه وجت بنينه هكذا. وضيبتها غير بكويس صغير تاع الدجاج، يعني غير بكميه تاع الدجاج، تقدري تحضريها حتى بالكركاسه وتجيك بنينه كي العسل. اني نقول لك غير ديري لها حفظ، خاطر كامل راح تحتاجوها، سواء اللي تخدم ولا اللي تعبانه اللي مريضه اللي كبيره في السن، هذه كامل راح توالمكم. اني نقول لكم وصفه مدهشه. شوفوا معايا الطريقه وراح تتاكدوا كيفاش راح نحضرها اليوم. يلا ما نطولش عليكم، بسم الله على بركتنا. ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده. يلا نحضروا مع بعض هذه الشوربه اللي اسرع منها ما كاش صراحه. 20 دقيقه وانتي شوربه تاعك طايره في السما وجات بنينه كي العسل. بسم الله. شوفوا واش عندي فيها. خليت لكم بالعين المقادير هكا باش تعرفوا واش كيف شحال يعني استعملت. عندي 3 حبات طوماطيش صغار ما يعادل حبه كبيره، حبه بصل متوسطه، عندي كويس دجاج صغيره هاي ليك صغنونه كيما كتشوفوا فيها، عندي تاني 4 سنينات توم كبار، ونص ربطة حشيش. راح نديرها جاري قسنطيني قبائلي جزائري، يعني وش نقول لكم، برك شوفوا الطريقة راح نحضرها لكم بها، على بالي ما شفتوهاش ابدا. نحكم هنايا نقطع كلش يعني في الاشواق، هذاك الحشيش والبصل والطماطيش والثوم. تقولوا هذه شفناها، على بالي شفتوها، مازال ما شفتوش الطريقة اللي جايه موراها. نقطع كلش ونرحيه، ونزيد ندير تاني معاهم هادو اللي قطعتهم كامل، راح نزيد ندير معاهم شويه تاع الكرافس. لازم في الشوربه لازم نديروا شويه كرافس، يعني كل واحد كيفاش يطيب الشوربه تاعو. كاين يدير فيها الرند، كاين يدير فيها عود قرفه، يعني كل تلقاي في منزل واحد كل واحد كيفاش يطيب الشوربه تاعو. ندير شويه هنا، درت نص ربطه حشيشه، خاصه الشوربه تحب الحشيش. واللي يحب يزيد اضافات يزيد، برك يتبع الطريقه راح نحضر بها هاد الشوربه تاع اليوم. ما قلت لكمش تقيدوا سوا. حاوليك تحصلنا على هذا الخليط. نروحوا نبداو نحضروا الشوربه تاعنا. بسم الله. شوفوا عندي هنا في الكوكوطه درت نص ملعقه كبيره سمن، ودرت حوالي 3 ملاعق تاع الزيت باش تجينا شويه ميدمه. الله الله. تقدروا ديروا ماشي شرط الدجاج، ديروا اللحم. نحط كلش هنايا. بالنسبه للتوابل واش عندي ملعقه كبيره عكري، ملعقه كبيره قزبر، نص ملعقه كبيره راس الحانوت، ملح وفلفل كحل وشويه تاع توم بودره. هادو هما التوابل اللي استعملتهم. ونديرو بيان سور رشه تاع السكر، درت ملعقه تاع طماطم وصباره. هنا اكيد نخلطوا كلش مليح هكا بالملعقه باش يندمج مع هذيك لاكويس. تقدروا ديروا هاد المرحله زعما تماريني وكلش هكذا. انا كي يكون عندي ضيوف ولا نماريني كلش هكذا، نخبيهم في باطه كي نعرف راهم جاييني ضيوف، ولا نحكم هذيك الباطه كيما راهي نفرغها في الكوكوطه ونروح نطيب الشوربه ديالي، يعني تكون واجده. تقدروا تحضروا من بهالطريقه نفسها تماريني وكلش اللحم ديالكم وتكون واجده الشوربه تاعكم طيبوها برك. هنا واش راح نضيف؟ عندي نص كاس فريك. نعم تقدروا ديروا مرمز، تقدروا ديروا شوربه فيرميسال مع الخار، تقدروا واش حبيتوا. شللتوا مليح هذاك نص كاس تاع 220 مليلتر. فوالا. ونحط راكم تشوفوا طريقه مختلفه يا البنات. عاش قلت لكم 20 دقيقه تكون واجده الشوربه ديالكم. حركوا تحريكه مليحه هكا باش يتخلط يدي كامل هذيك البنه تاع لا ماريناد هذيك. حتى المقدار تاع الماء نعطيهكم مضبوطه. راح ندير لكم بالنسبه للماء 2 ريتله تاع الماء. هاد القرعه ريتله ونص، ونزيد نعمرها نص ريتله، يعني 2 ريتله تاع الماء. راكم تشوفوا كلش بارد في بارد. عاش قلت لكم طريقه بزاف شابه ومبتكره. واللي يدق الشوربه هديه صدقوني بربي كي نقول لكم واحد البنه فيها يا ودي. انا هذه سلكت المحاين انا نسميها ما نكذبش عليكم. نحرك كلش مليح هكا باش ما يسقناش هذاك الفريك لتحت. نغلق عليها نريقليها 20 دقيقه وتكون واجده معانا. انا دوك اللي حنشعلها النار، يعني راهو كلش بارد في بارد، ونحطها فوق النار نشعل عليها ونستناها طيب لنا مده 20 دقيقه. ويلا نروحوا نشوفوا النتيجه تاعها مع بعض.
هذه هي الشوربه تاعي، هاي ليك هذا طفيت عليها، انا رميت لها هنايا قرن حار. نعرفوا الشوربه كاين اللي يحبها ثقيله، كاين اللي يحبها خفيفه، انا نحبها تجي جاري تجي خفيفه، لانه ديجا الفريك قد ما تبرد ولا قد ما تبات الشوربه قد ما حيزيد يتنفخ، فهمتوا؟ يسمى ما تكتروش بزاف. هنا هذيك لاكويس فتتها هايديك، وزدت رميت شويه تاع الحشيش من الفوق خضر وشويه تاع نعناع يابس. والله الله راكو تشوفوا ديجا الشكل تاعها راه يبان بلي ماشي نورمال، حاجه بزاف شابه ويتبان بلي عفسه بنينه. هايليك شهيتكم في الجنه البنات، واللي راهم صايمين صيامكم في الجنه ان شاء الله. هكذا نوضي هكذايا نوضي حضريها اكسبريس، ما تعزي عليها ما والو. هذه هي الشوربه تاعنا تاع نهار اليوم، شهيتكم في الجنه البنات. نتمنى تكون عجبتكم هذه الطريقه السريعه والسهله والبسيطه واقتصاديه، يعني جربوها البنات، على بالي كم راح تولوا تعتمدوها. ما علي نقول لكم غير انتظروني في موعد اخر في وصفه اخرى. صحه فطوركم، مع السلامه ان شاء الله.